خرج الأبطال وخرج الرجال، وما أعظمهم والله من رجال. لقد نابوا عن 2 مليار، لقد نابوا عن 22 دولة عربية. نحن مع أشقائنا في المغرب العربي وخاصة ليبيا والجزائر. ستكون قافلتنا برا انطلاقا من تونس وصولا إلى رفح مرورا بليبيا وبمصر. غزة رايحين شعوب الملايين، غزة رايحين شعوب الملايين. بإذن الله متقدمون إلى ليبيا، وإلى مصر داخلون، وإلى رفح فاتحون، وإلى غزة منتصرون. خرج الأبطال وخرج الرجال. إلى ليبيا وإلى مصر داخلون، وإلى رفح فاتحون، وإلى غزة منتصرون. قافلة الصمود اسم على مسمى من تونس والغرب والجزائر وليبيا ماشية برا لغزة. خرج الأبطال وخرج الرجال، وما أعظمهم والله من رجال. لقد نابوا عن 2 مليار، لقد نابوا عن 22 دولة عربية، لقد نابوا عن 22 حاكم لم يحرك ساكنا. لله درهم، لله در أمهات أنجبتهم، ولله در آباء ربوهم، ولله در عقيدة غرست في قلوبهم، ولله در إيمان كان في صدورهم. لله در هؤلاء الرجال، لله در هؤلاء الأبطال. لقد صنعوا لنا بطولة. ويا أصحاب السير العسكرية، خلوا عنكم هذا كله، بل والله خجلا عليكم وحياء منكم اخلعوا تلك الملابس العسكرية، اخلعوها. والله إنكم لا تستحقونها. والله لا يستحق أن يلبس البدل العسكرية إلا أمثال أبو عبيدة، ولا يستحق أن يلبس البدل العسكرية، ولا يستحق أن يضع على صدره النياشين والأوسمة العسكرية إلا أبطال غزة. أما أنتم فاخلعوها كما خلعتم كرامتكم، اخلعوها كما خلعتم شرفكم، وعودوا إلى بيوتكم واجلسوا في بيوتكم كما النساء، واتركوا القضية لرجال غزة، واتركوا الرجولة لأطفال غزة، واتركوا البطولة لأطفال غزة، وما عليكم إلا النحيب في بيوتكم. هذه الحقيقة لن تتغير. والله لو أهديناهم الورود لن يهدونا إلا القنابل. والله لو أهديناهم الورود لن يهدونا إلا الصواريخ. من أنتم أيها الطغاة؟ من أنتم أيها الحكام؟ من أنتم أيها الظالمون حتى تمنعون على الناس حتى حرية الرأي، حتى تمنعون على الناس حتى حرية الكلمة؟ فإذا ما قال الواحد منا ووقف ليقول كلمة حق لم يجد له إلا السجون، ولم يجد له. هذه رسالة لكل من تولى أمور الناس، ولا أستثني على هذا المنبر طاغية ولا ظالم، فكلهم ظالمون وكلهم طغاة، لا أستثني منهم أحدا. يأتي أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشد النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى أنه كاد أن يخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يومها أنس أن رداء النبي قد علم في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم. أعرابي يتجرأ على خنق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يقف أمام النبي قال يا محمد مرني من مال الله الذي أعطاك الله إياه. يقف أمام من؟ أمام النبي. من أنتم أيها الطغاة؟ من أنتم أيها الحكام؟ من أنتم أيها الظالمون حتى تمنعون على الناس حتى حرية الرأي، حتى تمنعون على الناس حتى حرية الكلمة؟ فإذا ما قال الواحد منا ووقف ليقول كلمة حق لم يجد له إلا السجون، ولم يجد له إلا الجلد، ولم يجد له إلا المحاكم، ولم يجد له إلا مشانق الإعدام. أنتم من أمام النبي؟ النبي يخلقه أعرابي يقول له يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك الله إياه. وقام الصحابة يريدون أن يستهلوا بسيوفهم لهذا الأعرابي، والنبي يقول دعوه.
ثم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك النبي ويقول مروه، أعطوه من المال، والنبي يعطي هذا الأعرابي والأعرابي يمضي. لم يفتح له النبي سجن ولم يجلده النبي صلى الله عليه وسلم. من أنتم أيها الطغاة؟ يقف عمر على المنبر، يقف عمر وهو أمير المؤمنين، ومن أنتم أيها الطغاة؟ ليقف أمام الناس ليقول لهم من رأى منكم مني اعوجاجا فليقومه بسيفه، فليقومه بسيفه. فيخرج رجل من أمام الناس قال يا عمر والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. يومها قال عمر الحمد لله الذي جعل من الناس من يقوم اعوجاج عمر بسيفه. حمد الله عمر أن من بين الناس عندهم من رأى إذا رأى فيه اعوجاجا سيقومه بسيفه. ولهذا ملعون في دين الرحمة من يسجن شعبا، ملعون في دين الرحمة من يخنق فكرا، ملعون في دين الرحمة من يرفع صوتا، ملعون في دين الرحمة من يسكت رأيا، ملعون في دين الرحمة من يبني سجنا، من يرفع رايات الطغيان، ملعون في كل الأديان من يهدر حق الإنسان حتى ولو صلى أو زكى وعاش العمر كله مع القرآن. ولهذا أحبتي أقول في الختام رغم ما نعانيه من ظلم حتى على كلمة الحق التي نقوله، رغم ما نعانيه من ظلم، الناس اليوم تقول رأيها فتقتل، يقول رأيه يعدم، يقول رأيه يشنق. من أنتم؟ إذا كان فرعون قال أنا ربكم الأعلى، أين هو فرعون؟ أين هو فرعون؟ يا أيها الطغاة، يا أيها الظالمون، والله لو دامت لغيركم لما وصلت إليكم، والله لو دامت لغيركم لما وصل الحكم إليكم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول والله لو طالت بي حياة لما أقررت لواليا أكثر من 4 سنين. اليوم 40 سنة يحكمون، اليوم 40 سنة وهم يتجبرون على عباد الله، يفتحون لهم السجون والمشانق. قال والله لو طالت بي حياة لما أقررت واليا أكثر من 4 سنين. إن كان عادلا فقد مله الناس، وإن كان ظالما فيكفيه من ظلمه 4 سنين. يا أصحاب 40 و30 سنة، يا أصحاب المؤبدات في حكم شعوبكم، إلى ديان يوم الدين نمضي. مهما قتلتم أهل الرأي، مهما لاحقتم أصحاب كلمة الحق، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، عندك من الزبانية والجيوش والجبروت والأسلحة، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، يدعو عليك وعين الله لم تنم. أسأل الله أن يرينا في الظالمين يوما أسودا، أسأل الله ألا يرفع للظالمين في بلادنا راية، وألا يحقق لهم بيننا غاية، وأن يجعلهم لكل معتد وجبار آية. ونحن في زمن الظلم، ونحن في زمن الجبن، ونحن في زمن العار، ونحن في زمن ليس فيه لسان حال لكل واحد منا إلا أخي جاوز الظالمون المدى، أخي جاوز الظالمون المدى. تخيلوا أحبتي، وهذه رسالة لكل ظالم، هذه رسالة لكل من والله الله عز وجل على رقاب الناس فقطع رقاب عباده. أصحاب المعالي، أما ترون أن غزة هذه رسالة إلى حكام أمتي، أقولها من قلبي فلسطيني وغزاوي فقد أهلك عائلته في حرب غزة، أقولها من صرخات يتامى وأرامل وتكالى يعيشون الآن في شوارع غزة. يا أصحاب المعالي، أما ترون أن غزة تعاني 22 دولة عربية وإسلامية
ليس بقدرتها أن ترسل إلى غزة بطانية. 22 دولة عربية وإسلامية ليس باستطاعتها أن ترسل شربة ماء إلى غزة. 22 دولة عربية وإسلامية ليس باستطاعتها أن ترسل كسرة خبز إلى غزة. ألا قبح الله وجوهكم، ألا قبح الله وجوهكم، ألا قبح الله تلك الكراسي التي تجلسون عليها. بطانية، كسرة خبز، شربة ماء لا تستطيعون أن ترسلوها إلى غزة. يا ربي، يا ربي، إن حكامنا وحكام أمتنا قد تركوا غزة وحدها. فيا جبار، فيا جبار، ويا قاهر السماوات والأراضين، لا تترك غزة وحدها. اللهم لا تترك غزة وحدها، اللهم لا تترك غزة وحدها. اللهم لأجل أطفال قطعت رقابهم، ولأجل نساء قطعن أوصالهن، لأجل يتامى وأرامل وتكالى، يا رب لا تتخلى عن غزة، يا رب لا تترك غزة وحدها. اللهم لأجل أطفال الرضع، يا رب لأجل أطفال الرضع ولأجل شيوخ الركع، نسألك أن تنصر أهلنا في غزة. يا مدرك الثارات أدرك ثارنا، يا مدرك الثارات أدرك ثار الأطفال، يا مدرك الثارات أدرك ثار النساء، أدرك ثار الرضع، أدرك ثار الشباب، أدرك ثار الشيوخ. اللهم ضاقت على غزة وليس لها من دونك كاشفة، فعجل بنصرك يا رب العالمين. اللهم مدهم بمدد من عندك، اللهم مدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. ذهبت إسرائيل تستنجد بمن؟ بأمريكا. أما ترون أن غزة تعاني؟ أن النصر قريب بإذن الله. دعوه فليذهب إلى الجهاد في سبيل الله برجال لو أرادوا خلع الجبال لخلعوا. عادوا يا صلاح، عادوا يا صلاح الدين، عادوا ومعهم صهاينة العرب، عادوا يا صلاح الدين ومعهم صهاينة العرب. اليوم كلنا نرقب الشاشات، كلنا نرقب الشاشات، عيوننا ترقب وتنظر. لما كنا كرام وكان لنا دولة وكان لنا عزة وكرامة، ما كانت لأمريكا أن تنطق حرفا، ولا كان للاستعمار ولا لأوروبا أن تنطق حرفا. واليوم نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجرنا وأجركم في العرب وفي المسلمين في كل مكان. يا قدس كل حجارة الأرض نهضت لتكون عواصمك، إن قال قاتلك لا عاصمة لك قومي وقولي إن الله عاصمك. أقسم صلاح الدين وهو على أبواب قدسنا، قال والله لن يعودوا إليها ما دمنا رجال. ماذا صنع العرب اليوم؟ ماذا قالوا لترامب؟ قالوا والله لنجهز لك جيشا أوله في الفيسبوك وآخره في تويتر. والله يا قدس إنك لا تليقي، مقامك لا يليق بأنوثة حكام العرب. بصموا بالعشرة، بصموا بالعشرة وسلموا وباعوها لأمريكا ووقعوا على بيع القدس، ثم خرج ترامب لينهي تلك الصفقة ببيع القدس. رحم الله صلاح الدين يوم أن وقف محرر للمسجد الأقصى، فلما قاتلهم ثم فتح أبواب المسجد الأقصى وقف أمام المسجد الأقصى على منبره الذي ما زال حتى اليوم قائما، قال أقسم لكم، أقسم لكم أن
إنكم لن تعودوا للمسجد الأقصى ما دمنا رجال. كما هو متوقع بقى يا مولانا بعد السفالة ومقدمات قلة القيمة دي إن القافلة في النهاية تتمنع من دخول الأراضي المصرية. ما هو الجواب كان باين من عنوانه، ده غير وعد المجرم القديم لولاد عمه هناك في تل أبيب. فاكرينه ولا ناسينه؟ احنا بنأكد إن احنا لا نسمح بأن أرضنا تشكل قاعدة لتهديد جيرانها أو منطقة خلفية لهجمات ضد إسرائيل. ويأتي اليوم ذلك النجس، ذلك الذي لا يطلق عليه رجل، لا والله لا يطلق عليه رجل، إن التي قد أرضعتك حليبا قد ألقمتك مع الحليب شعيرة، إن التي قد أرضعتك حليبا قد ألقمتك مع الحليب شعيرا. والله لو أنها حبلت بكلب أجرب نجس لكان أعز منك أميرة. والله لو أنها حبلت بكلب أجرب نجس لكان أعز منك أميرة. نحن في زمان حالت به الأشياء عن حالاتها، فالخيل تنهق والحمير تحمحم. هذا زمانك يا مهازل فامرحي، هذا زمانك يا مهازل فامرحي، قد عد كلب الصيد من الفرسان. هذا زمانك يا مهازل فامرحي، قد عد كلب الصيد في الفرسان. هذا زمانك يا مهازل فامرحي، هذا زمانك يا مهازل فامرحي، قد عد كلب الصيد من الفرسان. هذا زمانك يا مهازل فامرحي، قد عد كلب الصيد في الفرسان. يا للعار يا للعار باعوا غزة بالدولار، يا للعار يا للعار باعوا غزة بالدولار، يا للعار يا للعار باعوا غزة بالدولار، يا للعار يا للعار باعوا غزة بالدولار. صدقت ورب الكعبة، عار وأي عار يا ابني، بس هو الفقر والمرض اللي حلوا ببلادنا دول من شوية. طب كنتوا اعتبروهم صهاينة من اللي بتدخلوهم بالآلاف بدون تصريح ولا يحزنون مبرطعين في أرض سيناء في المناسبات اليهودية والأعياد. قدرهم شوية البرشمجية والسكارة اللي بتوديهم يرقصوا جنب صورك هناك من وقت للتاني. مش كنتوا بتستهزئوا بيهم وتقولوا عليهم حنجوريين وبتوع كلام من ورا الشاشة وبس، وكنتوا بتقولوا لهم اتفضل يا بطل منك ليه، تعالى الحدود اهي مفتوحة. طبهم جولكم اهم، دخلوهم بقى. لا والله اصل دول خونة وبيستهدفوا امن مصر، جاتكوا 60 نيلة.